قرارات الرئيس المقبل المنتخب جو بايدن، يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المفاوضات ما بين المغرب والبوليزاريو هي الحل في إطار الحكم الذاتي المغربي. هذا الأمر مخالف للوائح الأممية التي تطالب باستفتاء في المنطقة لتحديد مصير الشعب الصحراوي. والله ملاحظات ممتازة لكن مليئة باللغز الدبلوماسي. الآن الحديث عن قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية هذا حديث جديد، وربما مبني على اعتقادات أو تفسيرات سابقة. ما كان يتحدث عليه ومن المترقب البث فيه هو أنه في أكتوبر الماضي قامت الولايات المتحدة والمغرب بإبرام اتفاقية لبناء أكبر سفارة أو قنصلية في الدار البيضاء للاعتناء بحسب هذه وزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، الاعتناء بشؤون شمال أفريقيا. في أكتوبر كانت في الدار البيضاء. اليوم الحديث أن تنتقل هذه القنصلية إلى الصحراء الغربية. هذا هو المفيد منه. فهل التصريحات التي الآن تتكلم عن القاعدة العسكرية هو إبعاد النظر عن ما يجري في الساحة الدبلوماسية؟ انتقال القنصلية إلى الصحراء الغربية يعد اختلافا واختراقا للقوانين الدولية. هذا من جانب. الجانب الثاني، عندما نتحدث عن الأمن، هناك الولايات المتحدة في هذه البعثة بالذات تنظر إلى تخصيص مليار دولار للمنطقة في تستعملها في عدة مجالات. فالنقاش إلى أين هذه الأموال ستذهب. مثلا نعرف في المجال الدبلوماسي أو في المجال العلاقات الدبلوماسية تونس تملك أو تستغل أكبر المساعدات الأمريكية المتجهة نحو بناء المجتمع المدني بما يخص أمريكا. فبالتالي هذا مهم جدا. الجزائر في هذا المجال لا تحتاج مثل هذا التدخل في المجتمع المدني. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، هناك تقديرات أن المغرب في إمكانه الحصول على شراء أسلحة تتعدى 4 مليارات، تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. هذا يمثل تحدي جديد، قد يدخل المنطقة في صراع جديد، بمعنى أنه التركيز على القاعدة العسكرية هو ربما تغيب المعلومات عليه، وربما كانت إجراءات درست من السابق، يعتبر موضوع جديد يعطي فكرة، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي فكرة للجزائر. نعم. بأننا لا نسعى إلى بناء قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية. جيد. الأستاذ عبد اللطيف بورو، بتصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط شمال إفريقيا اليوم، قال كل رئيس، يقصد رئيس أمريكي، كل رئيس أمريكي له سياسته، لذلك لا يمكنني تحديد أو حسم الأمر فيما يخص قضية الصحراء الغربية. في رأيك ما الذي يقصده؟ هل نرى إدارة بايدن تعيد النظر في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء الغربية؟ كل احتمالات واردة أخي كريم، لأنه إذا ما رجعنا إلى فترة حكم ترامب، هذه الحكم الشعبوي بين قوسين، والذي ركز في الهجرة والتجارة الحرة، نلاحظ ماذا نلاحظ على أن هناك انسحاب من 12 اتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية في فترة حكم ترامب انسحبت من 12 اتفاق مع من؟ مع الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية. من هؤلاء انسحاب من اتفاقية المناخ في 2017، اتفاق النووي مع إيران في 18، حول الهجرة، حول الصواريخ، حول الأسلحة التقليدية، بالتحديد 12 اتفاق. قد يقول بعض ما الفائدة من ذكر هذه الاتفاقيات التي انسحبت منها الولايات المتحدة وهي بعد 12 اتفاق؟ هذه الاتفاقيات كلها جلها كانت في فترة أوباما، معظمها في فترة أوباما، والذي مهد لها هو الرئيس أوباما. ولا ننسى أن جو بايدن كان نائب الرئيس الأمريكي أوباما، وبالتالي توجهاته وهو أن إمكانية
إمكانية أقول وأعيد إمكانية التراجع على بعض القرارات واردة، وهذا ليس توقع أو تخمين نوعا ما، ولكن بحكم على أن الرئيس ترامب انسحب من 12 اتفاق واتفاقات مع حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية المناخ، مع الدول الخمس الكبرى مع اتفاقية السلاح النووي أو الاتفاقية النووية مع إيران. وبالتالي هذه الاتفاقيات التي كانت مهمة للحلفاء الذين هم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم المجتمع الدولي، نلحظ على أن الولايات المتحدة في فترة ترامب تراجعت عنها. إذا إمكانية الرجوع لهذه الاتفاقيات التي كانت ووجدت في مرحلة بايدن، أقول وأعيد، عندما كان نائب الرئيس الأمريكي أوباما، وبالتالي إمكانية تراجع بعض القرارات التي هي ضد الشرعية. لأنه إذا ما تكلمنا عن ماذا؟ عن الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصحراء الغربية، نأكد على شيء، هو اختراق للقانون الدولي. وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية عضو في مجلس الأمن الدولي، وباعتبارها دولة عظمى، فهي المسؤول الأول عن تطبيق ماذا؟ قواعد القانون الدولي. وبالتالي عندما تكون الدولة الكبرى في العالم تخترق الشرعية الدولية، تخترق القانون الدولي، تخترق الشرعية القانونية، وبالتالي كل الجهود الدبلوماسية ستؤول لا محالة إلى حل عقيم. طيب. وبالتالي أقول وأعيد إمكانية التراجع عن بعض الاتفاقيات ممكن في ظل أن ترامب في نفسه تراجع عن بعض الاتفاقيات التي أبرزها الإدارة السابقة. إذن الولايات المتحدة لا كذا شيء على أن كل إدارة بتصورات وبفكر استراتيجي، لكن ما هو مطلوب منا نحن في الجزائر، ما هو مطلوب منا هو أننا أن نتكيف مع هذا الفكر الاستراتيجي الجديد. ممتاز. بهذه الإدارة الجديدة، ولا يكون رد فعل أو تكيف سلبي مع المعطيات. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت الجزائر شريك منذ 2001 في الحرب على الإرهاب. هذا الحرب على الإرهاب الجزائر تعتبر تجربة رائدة في المنطقة، وتجربة حتى في أفريقيا وحتى في العالم في محاربة الإرهاب. وبالتالي الاستفادة من هذه التجربة ممكن. والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل من المنطقة الشمال إفريقيا وإفريقيا كمنطقة للتنافس من جديد، تنافس أقول من جديد مع القوى الاستعمارية السابقة، وبالتحديد مع فرنسا. صحيح. إذا ما تكلمنا على الصحراء الغربية ووضعية الصحراء الغربية، إذا أقول وأعيد على أنه في ظل تراجع ترامب على اتفاقيات وقرارات إدارة أوباما، إمكانية بايدن أن يتراجع على قرارات ترامب. هذه النقطة بالضبط. أستاذ حمود صالحي، أسألك بخصوص كل إدارة أمريكية تتعاقب على البيت الأبيض، ممكن نرى رئيس ديمقراطي يمضي اتفاقات وتعهدات، يأتي بعده رئيس جمهوري يعني يلغي هذه الاتفاقات. هل نرى ذلك مثلا مع وصول بايدن؟ احتمال، لكن لو بقينا في موضوع الصحراء الغربية وفي هذا المجال، يمكن نرى كيف جو بايدن سيتعامل مع الأحداث. في 2005 حتى 2007 كان جورج دبليو بوش على في الرئاسة الأمريكية. جاء في فترة كان مشروع جيمس بيكر لتقرير الاستفتاء في الصحراء الغربية. عندما خرج في عهده، قامت الولايات المتحدة بإدخال نموذج آخر لحل مشكلة الصحراء الغربية، اعتبرته أنه سيكون حل موافق لمصالح المنطقة. والنموذج هو ما ذكرته سابقا، هو الحكم الذاتي. وكانت المغرب في هذا المجال غير قابلة لمثل هذا الحل، لأنها تريد أن تنضم الصحراء الغربية للمغرب بدون أي شروط، بمعنى أن الإقبال على النظر في خلق نظام جديد مغربي كونفدرالي، أو يعطي نوع من الحقوق الاستقلالية للصحراء الغربية والحفاظ المغرب على وزارة الدفاع والخارجية، أو ما يعرف بالمراكز السيادية، كان غير مقبول في المغرب. لكن الآن المغرب أصبح تنادي بهذا الحل. النقطة الأساسية هو أن فور وصول بعد انتهاء مدة جورج دبليو بوش جاء باراك أوباما. فباراك أوباما عين كريستوفر روس كمبعوث للأمم المتحدة، وقام بإشغال مهمة جدا. كريستوفر روس معروف بإتقانه اللغة العربية، معروف بمعرفته للمنطقة، وكان دبلوماسي جيد، واستفادت القضية الصحراوية من وجوده.
لكن في نفس المجال بقي الحل النموذج المغربي مطروح. بالتالي النقطة التي أريد أن أخلصها الآخرون واسمح لي على الإطالة، هو أن بايدن له الفرصة أن يغير بعض ما قام به دونالد ترامب، لكن في إطار حدود. ففي المغرب في هناك مصالح شخصية بالنسبة له، مصالح للحزب الديمقراطي، وعليه أن يتخذ قرارات تتماشى أيضا مع اللوبيات الموجودة في واشنطن. طيب، في 4 دقائق متبقية من عمر المقابلة مع ضيفي، أقتسمها دقيقتين. تعليق عام على ما جرى يوم أمس في الولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ عبد اللطيف بوروبي، تمرد أنصار ترامب، اقتحامهم لمبنى الكونغرس، البعض قال أنها طعنة في مصداقية الديمقراطية الأمريكية. والله سلوكات بعض الافراد لا حسب اعتقادي المتواضع لا يطعن في ديمقراطيه الولايات المتحده الامريكيه. انا عندي قراءه اخرى فيما تكمن هذه القراءه، ان شعبويه لو بوبيليزم، شعبويه ترامب هي التي افضت الى هذه النتائج. حتى نكون في الحسبان، وحتى اكون اريب في تحليل، ناكد على شيء، الا انه ليس كل انسان ناجح في الاقتصاد ورجل اعمال ويمارس السياسة سينجح. وهذا هو المثال الحي عن فشل الدمج بين المال والسياسة حسب اعتقادي المتواضع. وبالتالي شعبوية ترامب بدأت بمنع الهجرة، بانعزالية الولايات المتحدة الأمريكية، كانت ضد التجارة الحرة، أفضت إلى ماذا؟ قد يقول البعض أن هناك حقق نمو اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عندها عادات وعندها